السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة بسلامة الله. وصلت بعثة نادي الزمالك من لعيبة ومن إداريين ومن جهاز فني إلى أسوان خلاص استعدادا لمباراة أسوان الهامة جدا في الدوري المصري للتربع على قمة عرش الدوري والمحافظة على الدوري للموسم الثالث على التوالي. إن شاء الله المباراة الساعة 3 إلا ربع. مباراة مش هتكون سهلة. فريق أسوان فريق منتشي. فريق أسوان لعب 10 مباريات، كسب 4 وخسر 6. فريق أسوان فريق كورته حلوة، معاه مدرب جديد كابتن ايمن الرمادي، راجل محترم له فكر تكتيكي عالي في الملعب، معاه لعيبه مهمه جدا. عايز اقول لكم ان هيغيب عن اسوان واحد بس، يعني لعيبه اسوان كامله، قائمه اسوان كامله تم الاعلان عنها خلاص، لكن الوحيد اللي هيغيب احمد حمودي. احمد حمودي الوحيد اللي مش في قائمه نادي اسوان. مباراه ممكن تكون ب6 بونت او ب5. ازاي يا عم؟ هو اسوان المنافس بتاعنا؟ ازاي ب6 او ب5؟ لا، مش اسوان المنافس بتاعنا. بس انت لما تكسب اسوان وارد جدا ان النادي الاهلي بعدك يتعادل او يخسر. النادي الاهلي لو خسر وانت كسبت دي مباراه بست نقاط. النادي الاهلي لو اتعادل انت تبقى فرق، يبقى مباراه ب5. فان شاء الله الاهلي هيتعادل او يخسر اكيد بنسبه كبيره امام نادي بيراميدز، ونادي الزمالك ان شاء الله يقدر يكسب اسوان. يا رب وفقنا، امين يا رب العالمين. طيب، ايه معانا في الاخبار النهارده والدنيا ماشيه ازاي؟ عايز اقول لكم حاجه سريعه كده، ان اللي حصل في موضوع عبد الله السعيد عشان نحط النقط على الحروف وننهي الموضوع خلاص. يا خبر النهارده بفلوس بكره هيبقى ببلاش، واخر مباراه لعبد الله السعيد مع نادي بيراميدز امام النادي الاهلي. اتكلمنا في الموضوع ده كذا حلقه، لكن عايز اقول لكم من اهم النقاط عشان اعيد تاني، عاده وافاده. عبد الله السعيد هو كده كده مش عاوز يكمل في نادي بيراميدز، يعني هو المشكله مش مشكله الزمالك دلوقتي، هو عاوز يجي الزمالك والخيار الاول له نادي الزمالك، لكنه يريد الرحيل من نادي بيراميدز زي ما اتكلمنا وقلنا في اول مشكله ليه قبل مباراه نادي الزمالك. طيب، فيريرا لو وافق اوكي خلاص مضينا وانتهينا، وتعالى يا عبد الله وخد لك 22 مليون في السنه ونص اللي انت قاعدهم وخلاص الدنيا تمام. طيب لو فيريرا مش عايزه وخلاص والدنيا مش كده، لو افرض انا بتكلم الكلام ده بقى من يومين بالظبط، افرض ايه اللي هيحصل؟ عبد الله السعيد الوجهه الاكبر له ان هو ممكن يكون يروح في نادي فيوتشر بس، لكن انا عن نفسي اتمنى وجود عبد الله السعيد معانا. يا جماعه مش الموضوع مش حنين ولا سهل ولا بالراحه، لا، موضوع كبير. عبد الله السعيد قيمه كبيره جدا، وانا اصلا يعني انا بعيد عن مهارته وبعيد انه هينفعني في الدوري، وسيبك انه مش هيلعب في دوري ابطال افريقيا وكان نفسي يجي قبل كده. انا هوضح نقطتين. اول نقطه مهمه جدا ان هو ما مشيش من نادي الزمالك. لما وضع نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور اول مره، ترك الشيخ اللي وصل للمستشار مرتضى منصور وقال له لو سمحت اديني العقد بتاعه، لو سمحت عبد الله السعيد ما يلعبش معاكم، لو سمحت. استسمحوا، الراجل اداله العقد خلاص، ومعلش يا عبد الله مش هتلعب معانا. عبد الله مشي وانتهى الحوار وخدنا الشرط الجزائي. طيب، تاني حاجه بقى المهمه بقى الجديده، وجود او ارتباط اسم عبد الله السعيد بنادي الزمالك بعد الاعتزال مهم جدا. كاريزما وشخصيه قويه جدا تضاف لمحبي وممثلي نادي الزمالك اللي مثلوا نادي الزمالك واللي ارتدوا تيشيرت نادي الزمالك، وهينفعنا فيما بعد. عبد الله السعيد موهبه كبيره جدا. عبد الله السعيد ما جاش حاليا صانع العاب زيه في مصر حاليا، انا بتكلم في الوقت الراهن اللي احنا فيه ده اللي احنا عايشينه. طيب، ناس كتير عماله تتكلم واحنا عمالين نتكلم ونقول فيزنت ابو بكر، ويا ترى هيسيب بقى كده السعوديه ويسيب النصر السعودي ويجي نادي الزمالك وايه اللي هيحصل؟ عايز اقول لك الحكايه بالمختصر المفيد. نادي الشارقه الاماراتي بعت عرض رسمي لنادي النصر السعودي للحصول على خدمات ابو بكر. الشرق الاماراتي اللي عايز ابو بكر. نادي الزمالك اتكلم على اللاعب بس الفلوس كتير قوي، عاليه قوي، دولارات كتير قوي، والدولار عندنا غالي. طيب، المفاجاه هنا بقى ان نادي مانشستر يونايتد، مش كلامي انا بقى ولا بفتكس ولا كلام من ده، لا، ده صحيفه الديلي ميل الانجليزيه هي اللي بتقول ان نادي مانشستر يونايتد بيفكر في ابو بكر.
فاظن لو مانشستر عايز ابو بكر بقى، ولا الشرق الاماراتي، مع احترامنا لكل الفرق، ولا الشرق الاماراتي بقى، ولا النصر السعودي، ولا حتى الزمالك، ولا اي حد اللاعب هيركب القطر هيركب الصاروخ ويروح. فانا اتمنى اللاعب ده، كان نفسي يكون متواجد. هداف جامد قوي، من الهدافين اللي اساميهم معدوده في افريقيا، اللي تتمنى يكونوا عندك حد زيهم داخل نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور اللي بيقول هيعلق لافتات نادي القرن تاني على نادي الزمالك وعلى شارع نادي الزمالك. ايه يا عم، ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي مزعلك؟ ما تزعلهوش، ما تقربوش منه. اسامه حسني مزعله، يعقوب السعدي مزعله، فلان مزعله. المستشار مرتضى منصور عاوز اقول لك كلمتين، مش هيبطل يرد ويهاجم اللي بيهاجموا نادي الزمالك. مش هيبطل. ان كنت انت ما بتتكلمش، ان كنت انا ما بتكلمش، هو بيتكلم. هو مش هيسكت عشان هو رب البيت، هو رئيس النادي. بجد فرق مع الزمالك سنين وسنين. لو هو قعد معانا 5 6 سنين 7 سنين، لا دول بمقام 20 سنة بأمانة الله. الخبر التالي معانا بقى، وشباب نادي الزمالك وأمل نادي الزمالك اللي دايما يا رب بندعي لهم انهم يشرفونا وانهم يكونوا متواجدين داخل نادي الزمالك للفريق الأول. مواليد 2004 في دوري منطقة الجيزة قدروا يفوزوا على 100 عاصم بنتيجة 7-0. بنقول الأسماء عشان يعلم في يوم ممكن نلاقي اسم متواجد ونقول يا ما سمعناه. أحرز أهداف نادي الزمالك 7 أهداف، كل من عبد الغفار أنور أحرز هدفين، محمد أسعد هدفين، أحمد صلاح سولاري هدفين، وكمان أحرز الهدف السابع لنادي الزمالك أو هدف وحيد عمر شريف. يبقى عمر شريف، محمد أسعد، عبد الغفار أنور، أحمد صلاح سولاري. 2004 يعني يعتبر كبار يا جماعة، 18 سنة داخلين على 19. نتمنى نلاقي الشباب بيدعم فريق نادي الزمالك. عندك يوسف أسامة نبيه عامل ازاي، قبله مصطفى محمد كان عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله نلاقي اسامي متواجده من الشباب دائما داخل الفريق الاول لنادي الزمالك. ندخل على الخبر التالي معانا، والمريخ السوداني. المستشار مرتضى منصور امبارح، صحيح نسيت اقول لكم انه اتكلم وقال، طبعا كلنا سمعنا ان هو بيقول كان نفسي العب في السودان، متشرف ان احنا نروح السودان لكن ملناش نصيب. وبيقول انه بيعلن انه يستضيف المريخ السوداني في القاهره في المباراتين ذهابا وايابا على نفقه نادي الزمالك. يعني بمعنى اصح اسمه دور واجب، دور الضيف اللي هيجي لك. ضيف جاي لك، جاي في بيتك، لازم تضيفه. هتخليه يروح يشتري اكل؟ هتخليه يروح يشتري غدا؟ هيجيبني على حسابه فطار؟ لا. المنسق الاعلامي لنادي المريخ السوداني اعلن الاتي، قال ما جاتلناش اي حاجه رسميه من نادي الزمالك بتقول لنا تعالوا، لكن عامه احنا هندرس القرار بيننا وبين نفسنا، هنشوف احنا هنروح فين ونلعب فين. ده كلام المريخ السوداني على مباراتنا معاه في دوري ابطال افريقيا. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ تعالوا نروح سريعا كده على عامر حسين. عامر حسين اللي بيحط الجداول مش متظبطه، يوديك هنا ويجيبك من هنا هقول ايه، يبهدلك. اروح العب اسوان، ومن اسوان ارجع العب مش عارف مين، ومن في ايه بالراحه عليا. طيب المهم، عامر حسين بيقول لو الزمالك دلوقتي هيلعب على استاد القاهره، والاهلي عاوز يلعب على استاد القاهره، وهيلعب خلاص على استاد القاهره. طيب لو الزمالك والاهلي هيلعبوا في يوم واحد على استاد القاهره، يعني واحد الساعه 5 وواحد الساعه 7، طبعا ما ينفعش. ما ينفعش المباراتين يتلعبوا ورا بعض على استاد واحد، ما ينفعش. قال ساعتها النادي الاهلي هو اللي هيلعب على استاد السلام، والزمالك هو اللي هيلعب في استاد القاهره، لان الزمالك ده الاستاد بتاعه الاول، الخيار الاول بتاع نادي الزمالك. ده اللي هيحصل. وبقول مش ذنبي ان في 10 فرق من القاهره بيلعبوا في، يعني 10 فرق من القاهره متواجدين يعني من محافظه واحده في الدوري. ده كلام عامر حسين. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ بعيد تاني نفس الخبر عشان بتسأله كتير. مصطفى يونس او كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي اللي كان شغال في قناه نادي الزمالك، سبب رحيله عن نادي الزمالك في المقام الاول اختلاف على الراتب الشهري. قلتها من زمان وبعيدها وبزيدها وبقول، وهو ذات نفسه اعلن ان هو ما عندوش اي خلافات مع المستشار مرتضى منصور، ولا الكلام اللي بيقول لك بس انه مشي عشان خاطر اوقات كلام بيتقال وهو قاعد والكلام ده. لا 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 لا. المقام الاول راتب شهري. المقام الثاني انه كان عاوز يتكلم على الاهلي ويتكلم ويقول ويعيد، وهو ما كانش مثلا بيلاقي غير ان هو مثلا في حيز معين يتكلم فيه وخلاص، او بمعنى اصح يعني كان بيتكلم على الزمالك بس، او كل الحوار اللي بيبقى معاه ومع الناس اللي معاه على الزمالك بس. طيب تصريح سريع لكابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال عبد الحميد بيقول هندعم بصفقات
في حدود المطلوب، على اضيق الحدود. محتاجين زي ما فريرا بيقول، اللي فريرا بيقول عليها هنجيبه. مهاجم، مدافع، مدافع. ده اللي هنعمله مع فريرا واللي هنعمله مع الصفقات. وده كان كلام كابتن جمال عبد الحميد، من احسن وابرز مهاجمين جم في الدوري المصري وليس الزمالك بس. طيب ندخل على التشكيل المتوقع ان شاء الله النهارده. يا رب انصرنا، امين يا رب العالمين. تشكيل متوقع لمباراه غدا يعني. لسه على فكره الحكام لسه ما نزلتش الاسامي، ولو في اخبار ان شاء الله قبل الفجر بقليل ان شاء الله نطلع في حلقه ونتكلم ونقول. في حراسه المرمى ان شاء الله محمد عواد. في خط الظهر كل من حمزه المتلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني. كلنا عارفين ان غايب مصطفى الزناري للاصابه، ربنا يشفيه ويعافيه وما يطولش في الاصابه. كمان هيلعب احمد ابو الفتوح ناحيه اليمين. في وسط الملعب احمد ابو الفتوح ناحيه الشمال، سوري انا شغال بالي باليمين، بس هو بيلعب بثلاثه ديفندر وبيرحل واحد ناحيه اليمين، او بيطلع المسلوسي يخش يبقى اتنين ورا بس. فهقول لك هو امام عاشور ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي. قدام ان شاء الله كل من يوسف اسامه نبيه وسيف الدين الجزيري واحمد سيد زيزو. وبدعي ونفسي سامسون ايكونولا يحصل على فرصه كامله. فرصه سامسون ايكونولا مش هتكون بربع ساعه. سامسون ايكونولا يا تديله من اول المباراه يا تديله شوط تاني كامل مثلا. اتمنى ذلك، واتمنى سامسون ياخد فرصه بجد، لانه هيثبت نفسه، لانه الى الان مظلوم. لمسته باينه ان هو كويس لكن لسه ما خدش ربع ساعه. الربع ساعه اللي بينزلها دي يا جماعه والله احنا بنبقى كسبانين ومضغوطين. ما انت كسبان والفرقه اللي قصادك عاوزه تتعادل، عاوزه تقلص الفارق، ما بنهاجمش قد كده، ولعبتنا بتكون تعبت، فالدنيا ما بتبقاش فريش قوي. فاتمنى انه يحصل على فرصه كامله. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.